فليتوكل المتوكلون. الساعة معاك كام دلوقتي؟ كام؟ عشان انت مش عارف، مش كده؟ انا بقى عارف. الساعة معاك 4:30 وانا في الشارع. انت على السرير، انت في البيت. انت والناس بتوع الجيم اللي بتستحموا بماء ساعة. انا هنا في الشارع، هنا. انت مش هنا. اندروتيت، شخصية اندروتيت تملكت مني اللحظة. بس اللي انت ما تعرفوش ان انا رايح عشان اركب اتوبيس رايح اسكندرية عشان اروح ACDC في اسكندرية. يلا بينا. بص الجو هنا، بص الجو مخيف، الجو مخيف. بص حواليك، بص حواليا، بص. انا هنا كده، انا في النص اهو. بص هنا الشارع قد ايه طويل فاضي. بص من هنا، بص قدام وورا وكل حته فاضي. انت فاهم؟ تخيل انت بقى ان انت تبقى ماشي اصلا في الساعه زي دي كده، والمفروض انك اصلا هتركب من على طريق سريع، وانت اصلا مفيش حد حواليك في الشارع بتاعك. فتخيل بقى على طريق سريع مين اللي هيقف. فبصراحه يعني الحوار مقلق ان انا اصلا هعرف اوصل اسكندريه ولا لا. هو المفروض ان الاتوبيس هيمشي الساعه 6 هيطلع، فانا المفروض يعني ان انا اكون هناك قبل 6 ان شاء الله. خلينا نشوف هنعمل ايه. يا ترى هوصل ولا لا، يعني مش عارف. طيب هو المفروض ان انا هاخد عربيه من هنا عشان توصلني قدام خالص هناك كده، بس على ما يبدو ان مفيش اصلا عربيات عشان توصلني لاشهر مكان في المنطقه بتاعتنا. فيعني يا رب والله بجد لا عربيه، انا لما رحتش التيم بتاعي تعمل له بان اصلا. شباب انا بعتذر من دلوقتي والله، يعني انا ما عرفتش اوصل. الفجر هيأذن اهو. انا عارف ان كنت بقول ان الاجواء اللي هناك دي كانت مخيفة، بس الاجواء هنا حرفيا اسوأ. موجود على طريق سريع في وقت زي ده الساعة 4 الفجر، مهما كان تقريبا ضلمة، كان صعب ان اي حد اصلا يقف بالعربية. يعني انا شخصيا لو مكانه مش هقف. والمشكلة ان دقيقة ورا دقيقة انا بقيت بحس ان مش هلحق اوصل. الجو حواليا مخيف فعلا، وصوت العربيات وهي معدية بسرعة زي صوت البرق. وانا على طريق سريع ضلمة واقف لوحدي، لغاية لما اخيرا اتوبيس وقف وركبت بعد ما عدى نص ساعة بس. ايوه نص ساعة بس، اللي هو ازاي يعني عدى نص ساعة بس وانا واقف؟ النور طلع بعد كده في الطريق والحمد لله وصلت الكلية. لا مش كده. فين عمرو دياب؟ عمرو دياب سمحت يا اسطى. عمرو دياب مش وقتك بس شغالين عمرو دياب والدنيا كانت حلوه. مركز اول النهارده. احنا الاثنين هنطلع مركز اول. مين هيطلع مركز اول؟ نمبر 1. عمرو دياب اشتغل اهو. ترم البلالين. هو اصلا عمرو دياب اشتغل. واخيرا في الاتوبيس رحله لاسكندريه مدتها 3 ساعات. بصوا الكليه عامله ازاي. مع السلامه يا غاليه. دورة والزرع وطريق اسكندريه بقى والكلام ده. كويس. انتوا اللي بتكامل علينا؟ الراجل اللي ورا ده. انا بجد بحسد الناس اللي بتعرف تنام في العربيات دي والله. بتعملوها ازاي يا شباب؟ يعني انا ما كنتش نمت طول الليل وما نمتش وانا رايح وحتى وانا راجع. فالناس اللي بتنام في العربيات دي فعلا يعني غريبه، الناس غريبه. بتعملوها ازاي؟ مروان. واخيرا وصلنا اسكندريه عند كليه احلامي الاكاديميه البحريه. الاجواء بتاعت المسابقه بتبدا من اول الدخول من الباب. ناس كتير قوي داخلين ماشيين في طريق واحد طويل في كل حته. قد وصلنا طريقنا للعالميه. عالمية نمبر 1 ان شاء الله. هنا ارض الاكاديميه البحريه. في اسكندريه. محدثكم مع ريحه البحر. والله بجد. انت مش عارف. صورينا كده. الجو مبهج والكل متحمس ان يدخل المسابقه. في نظام ولوح ترحيبيه في كل مكان، وفي مكان بيبيع قهوه، فكان جامد يعني. جاي ميعاد البراكتس بعد كده. عشان تعرف النظام، المساله عباره عن مسائل برمجيه بالظبط. 14 مسألة بيتسلموا للفرق. كل فريق متكون من 3 أشخاص وقدامهم جهاز كمبيوتر واحد بس يكودوا عليه. دخلنا البراكتس بعد كده، فهمنا النظام، عرفنا ازاي نعمل سبميت للمسألة بعد ما نحلها وكل الحاجات المتعلقة بالكلام ده. وبعد كده خرجنا تاني عشان نستعد للكونتست نفسها بقى. وهنا بقى كان ميعاد الصورة العظيمة بالتيشيرت العظيم.
quizás, y así pasan los días. انا بشتغل حاجتين، الرسمي اللي على الورق، انا الاكزيكتيف دايركتور محمد فؤاد، الاكزيكتيف دايركتور بتاع الاي سي بي سي اللي هي البطوله العربيه والافريقيه، والفايس بريزيدنت وورلد وايد للاي سي بي سي. حلو، ده اللي على الورق. الحقيقي انا بشتغل نبطشي اطراف، امسك المايك واغلبكم كده شويه قبل ما نبدا. وبصراحة كل حاجة بره جو الكونتست حاجة، وجوه القاعة دي حاجة تانية خالص. بمجرد ما استلمنا البروبلم سيت والوقت بتاع الكونتست بدأ، واللي هو 5 ساعات، بدأ الكل يجري على أول بالونة. الجو حلو ومشحون بالتوتر والخوف والسرعة، والمسائل حلوة جدا. بس فعلا التوتر ممكن يبوظ أي حاجة، حتى لو انت عارف فكرة المسألة في لحظة ممكن تنساها بسبب اللي انت شايفه جنبك. التيم اللي قدامك جاب فيرست اكسبتد، واللي جنبك معاه بالونتين دلوقتي، ومرة واحدة يفاجئك رونج انسر تكسر كل افكارك في لحظة مشحونة بشوية توهان وفزع للتيم كله. بس تقريبا احسن حاجة في التيم بتاعنا هو ان لما بتقابلنا مشكلة بناخد بريك وناكل يعني. فالحمد لله كنا حلنا 3 مسائل. خدنا بريك بقى يا دوبك لسه بس بناكل كده ونشوف الدنيا، لقينا اول 4 ساعات خلصوا. احنا في اخر ساعة بقى دلوقتي، البلايند اور، واللي هي عبارة عن ساعة بيقف فيها الترتيب في السكور بورد انه يتحرك. اي حد بيحل مسألة صح مش بيظهر عند الناس الباقية، ومش بياخد بالونة للأسف. وفي الساعة دي لوحدها بعد 3 ساعات من التوهان والقلق والفرهضة كانوا مخيمين على التيم بتاعنا، جبنا مسألة. وبعد كده بكمان شوية حلينا كمان مسألة، وبدأت الدنيا تزيد معانا تاني والحماس بدأ يرجع. بس للأسف الوقت كان متأخر. 5 4 3 2 1 contest is over. الناس كلها تفضل قاعدة مكانها لو سمحتوا. طلعنا في 5 مسائل، وده فعلا رقم كبير بالنسبة لنا، فكان حلو جدا جدا يعني. واخيرا وليس اخرا، وقت الكونتست خلص. عدى 5 ساعات، الناس خارجة بقى، منهم اللي مبسوط ومنهم اللي زعلان ومنهم اللي مش مصدق اصلا ان عدى 5 ساعات في 5 دقايق حرفيا. بس لو هنتفق على حاجة واحدة، فالكل عاش تجربة رهيبة جدا جدا. تجربة تنافس حلوة وصعبة لذيذة ومولئة. تجربة تخليك عايز تذاكر كل لحظة من الوقت اللي معاك من أول ما تخرج من باب الكونتست دي لغاية المرة الجاية، وانت عايز تتأهل بقى. ولو هنتفق على حاجة تانية كمان، فالكل بقى كان فرحان بالبالين اللي معاه وكده، ما عدا التيم بتاعي عشان احنا دلوقتي لينا بالونتين. اتصرفوا، أنا عايزهم. وبس كده. كان يوم رهيب بصراحة، تأثيره وإحساسه والناس اللي فيه. التجربة اللي خضناها دي فضلت حرفيا مكملة معانا حتى في الأيام اللي بعدها. كل واحد لسه عنده الحماس إنه يذاكر كل لحظة من الوقت اللي فاضل على كونتست السنة الجاية، يتعلم من غلطاته ويذاكر أكتر عشان المرة الجاية فعلا يتأهل. ولو أنا فعلا اتعلمت حاجة واحدة بس من الكونتست بتاعت اليوم ده، فهي إن أهم من المذاكرة الكتير جدا والمجهود الكتير والوقت اللي احنا بنحطه وبنتعلم فيه وكل المدة اللي احنا قعدنا نذاكرها عشان نوصل للكونتست دي، هي الهدوء وتصفية الدماغ والروقان جوه الكونتست. لو الواحد قدر بس ان هو يصفي دماغه وما يشغلش دماغه باللي حواليه في مكان زي ده، فهو اوريدي اصلا هيكون متميز عن باقي الفرق اللي مشاركه في المسابقه دي. عشان الاجواء ان حواليك الكل عمال يحل مسائل، وانت بتجري وعايز تفكر بسرعه وعايز تحل مسائل اكتر وكده، ده لوحده بيحط حمل على دماغك. ده ديك غير المسائل نفسها ان انت عايز تفكر فيها وكده. فالجو فعلا يعني لو انت فكرت في اللي حواليك فانت مش هتعرف تحل اي حاجه. بس بدون مبالغه، اليوم ده كان من احسن ايام حياتي حرفيا. والمره الجايه انا مش هرحم حد وهاخد البالونتون بتوعي. فاستنوني بقى.